وبعد فترة من الزمن تنصب على العرش في مصر فرعون جديد، وهذا الفرعون لم يكن يعرف أي شيء عن الأعمال والخدمات العظيمة التي كان قد قدمها يوسف الصديق لمصر. أما أولاد يعقوب أي الإسرائيليون كان قد ازداد عددهم في أرض مصر بشكل ملحوظ، وهذا ما جعل الفرعون الجديد يتحسس من هذا الأمر، وعليه رأى أن يجد طريقة للتخلص من وجودهم أو أن يحد من تكاثرهم، فقرر أن يقتل جميع أطفالهم. كان هناك امرأة إسرائيلية اسمها يوكوبر. هذه الامرأة أنجبت ابنا وأخفته لمدة 3 أشهر خوفا من أن ينكشف سرها، وضعته في سلة وتركت السلة على شاطئ النهر. وعندما بدأ الطفل يبكي سمعته ابنة فرعون، إذ كانت هناك مع وصفاتها تتفسح. أخذت الطفل من السلة وضمته إلى صدرها وقالت: هذا سيكون ابنا لي، وسمته موسى. فأسرعت إليها أخت الطفل مريم التي كانت تراقب السلة عن قرب، وقالت لابنة فرعون: أنا أعرف امرأة تستطيع أن ترضع هذا الطفل وتساعدك في تربيته. ولما وافقت الأميرة أسرعت مريم لعند أم الطفل وجلبتها، وهكذا بدأت يوكوبر بإرضاع وتربية الطفل وهي فرحة. ولما شب موسى أعادته يوكوبر أمه لعند ابنة فرعون، وتربى بعدها في قصر فرعون كحفيدا له.